ليش أنت في حديثك مثلًا مع الجمهور ما تكون direct to the point نفس أغلبية الناس اللي عندهم businesses يقول والله يا جماعة أنا الpuppy store مالي صار لي فيه 1 2 3 ال المطعم بتاعي صار فيه 1 2 3. أغلبية الفيديوهات اللي أنا حضرتها بصراحة general. شو هدفك من هذا الموضوع؟ هدفي ان انا ابتديت سوشيال ميديا من زمان قوي، من 2016 تقريبا. فانا ابتديت رحله التعلم بتاعتها من قبل ناس كتيره جدا ما تستارت فيها، بالذات في مجال رياده الاعمال او البيزنس برسبكتيف او نظره البيزنس، توصيل الرساله دي للناس. فانا كنت مستخدمها من عن طريق البيزنس عندي، وكنت بصور داخل محلاتي، كنت بتكلم مع الناس من منظور البيزنس عندي ان يجربوا يتعلموا منه. وللاسف الشديد لقى طاقه سلبيه غير طبيعيه ان الناس اعتبرت ده ان هو تسويق للبراندز عندي. فبقى التعليقات كلها اللي بتكتب لي انت مش هدفك تحسننا، انت هدفك ان انت تعلن عن منتجاتك وخدماتك، انت مش هدفك تطور مننا، انت هدفك تسوق لمحلاتك، انت مش هدفك. الكلام ده كان بيتكرر تقريبا في كل منشور بعمله. فابتديت احس ان ده مش نيتي، انا بس بستخدم البراند ده كتجربة ان انا اوصل لك يا عم انت قرفتنا بان انت كل شويه تطلع تقول انا صاحب ده، انا صاحب دي، انا صاحب ده. كلمنا من غير ما تقول لنا انت صاحب ايه عشان بالعكس نعرف. هذا أحلى شيء، يعني الcase study الناس أو خلينا نقول المصريه التجارب ايوه حلو ان أحلى انا شيء. اكلمك فيها في بودكاست، بس إمم. مش حلو افضل اطلع كل شويه جوه السوشيال ميديا بتاعتي اخليك تبقى بتتابعني عشان انا صاحب بيزنس كذا وكذا وكذا. لا، انت هتتابعني عشان انا عندي نوليدج. النوليدج دي بقى اكتسبتها من البيزنس بتاعتي، من تعليمي في الجامعه الامريكيه في باريس، من الماجستير بتاعي في تخصصي تسويق السلع الرفاهيه، من عملي في البنوك، من سفري لاكثر من 159 مدينه في العالم، من شغلي مع اكثر من 4600 موظف. كل التجارب دي خلتني في الآخر إنسان عندي علم ودراية أكتر بكتير من حجم أعمالي. فبالتالي أنا مش عايزك تسمعني عشان أنا صاحب بيكي باربر أو أنا صاحب إيجي بابي، أنا عايزك تسمعني عشان أنا بقيت قيمة، كلامي ليه ثقله، وانت هتسمعه بغض النظر أنا صاحب إيه. عايز تعرف أنا مين؟ اكتب من هو محمود علاء الدين على جوجل، هيطلع لك كل حاجة عني. ومش هقول لك أنا مين، انت اللي لازم تعرف. ومش هقول لك ساعات انا اسمي ايه اصلا، هتكتب من هو الكسيب، مش هتكتب مين هو محمود علاء الدين. تلاقي في مثلا في التيك توك عندي ما اسميش محمود علاء الدين، اسمي الكسيب. الشانل بتاعتي على اليوتيوب ما اسميش محمود علاء الدين، اسمي الكسيب، محدش يعرف اسمي ايه. فانا عايزك تخش تفضل تبحث لو انت مهتم تعرف السيارة دي اللي شكلها حلو دي معمولة من موتور ايه، مين شركة تقيلة بتعلن عن الانجن بتاع عربيتها. الناس العربية very nice looking car، يصور لك الفيديو انها بتدي لك رونق وانها مميزه. انت عايز بقى تعرف السبيسيفيكيشن بتاعتها، ابحث ودور. الناس بتعمل، اما تيجي تبص هتلاقي عندي 100 مليون سيرش على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، 100 مليون سيرشز على كلمه من هو الكسيب على جوجل اناليتكس. رقم كبير. 100 مليون، انا عامل لها سكرين شوت حتى عندي. 100 مليون سيرشز على كلمه مين هو الكسيب، ثروه الكسيب، اعمال الكسيب. ترى هذا هو السؤال اللي أنا سألتك إياه، لو انا يعني بقى قلته تفتكر هيعمل محرك بحث بالمنظر ده؟ ما أتوقع. انا كنت حاطط في البايو عندي رئيس مجلس اداره ومؤسس CEO and founder of ايجي بابي، بيكي باربر، موكاي، بايكولوجي، ترايوبيا، جولدن فلافلز. I have more than 9 brands. كنت كاتبهم كلهم في البايو. شلت كل حاجه وكتبت serial entrepreneur، كتبت expert in negotiation، expert in business solving problems. وحسيت ان الناس حبوك بالشكل هذا اكثر من بكتير. انا كان الانستجرام مثلا عندي وقف عند 200,000 وانا بتكلم عن البيزنس بتاعي. اول ما شلت البيزنس بتاعي ابتديت اتكلم جينيريك، وان انا مع الناس اللي انت مش عارفه هويتك بالظبط ايه، بس عارفه ان انت ذو قيمه لان كلامك واضح انك واحد مريت بتجارب وعانيت بيها. لقيت 550,000، التيك توك 1.3 مليون، الفيسبوك 1.2 مليون. كل حاجه عليت لما بقيت مش عامل ستريس وفوكس على ماي اون بزنسز. فاكتشفت انك لما تيجي تتكلم، يجي بيطلع ايلون ماسك طلع لي معظم لقاءاته ما بيتكلمش كلمه عن تسلا، nothing، غير لما يتسأل سؤال مباشر. he is an idol. هو بالنسبه لي هو نموذج. اتفرج على جاري في، اتفرج على براين تريسي. براين تريسي هيز تيوتر، انا بدي كورسات وبعلم الناس
في مجالات كتيره، رياده الاعمال والبزنس والسيلز والنيجوشيشن وحاجات كتيره. الناس مش بتاخد ده علشان عندي بزنس ولا معايا فلوس، لان الفلوس كتيره مع ناس غير قادره على التحدث، غير قادره على تعليم الاخرين. القدره على انك تعلم غيرك مش مربوطه بنجاحاتك. على فكره انت ممكن تلاقي مدرس شاطر جدا ومحققش اي نجاح ذاتي. صحيح. فاذا لما انا احكي عن تجاربي، الناس كمان بتبرر دايما الطريقه السلبيه. يعني انا تمام ان انا احكي عن التجربه بس مع حد ذو عقل واعي. بس انت مش بتكلم كل الناس كده، انت بتكلم الناس اللي بتتصيد لك على كل الاخطاء، على كل الاسباب. ازاي ابتديت من الصفر؟ يقول لك مثلا ازاي ابتديت من الصفر؟ الصفر بتاعكم هو 6 صفار. لا، الصفر بتاعنا مش 6 صفار، الصفر بتاعنا هو صفر. انا ابتديت صفر معيش ولا حاجه. اشتغلت في مطعم في باريس كل يوم لمده 5 سنين ويتر، بنزل الاكل والشرب وانا في الجامعه عشان اصرف على نفسي. كنت لما بحوش 200 300 يورو بجمعهم جنب بعض علشان لما اجي انزل مصر بعد 7 8 سنين اشتري سياره، وبالسياره دي اللي بعتها وابتديت بيها اول مشروع ليا. فانا ابتديت من الصفر. الناس مش مصدقه براحتهم، بس هو ده الواقع. هو بقى بيبرر لنفسه انه بدايه ده مش من الصفر لانه غير قادر على عمل شيء. لذلك ما تقولوش انا عندي كذا و36 فرع و4000 موظف، هيجي يقول لك ده راجل اصلا ورثان 100 مليون. ثقافه المجتمعات العربيه قايمه على فكره داري على شمعتك. خبي اللي انت بتعمله وما تظهروش، لان الناس هتبقى عينيها وحشه. انا هتكلم عن هذا. ما هم دول بقى، دول الغالبيه، لان الثقافه اللي اتربينا عليها بتاعت فكره داري على شمعتك تقيد. هو انت هطلع اتكلم عن شغلي ليه؟ هو انا اصلا لو اتكلمت عنه ممكن الناس تبص لي فيه او يخش ينافسني او ينافسني. هو دي ثقافه وللاسف صعب تغيرها مع الناس الجيل القديم ده. لكن الجيل الجديد اللي هو من جيلنا يعتبر، اللي هم بقى اولموست اوائل الاربعينات واواخر الثلاثينات، هم دول الجيل اللي ابتدى شويه يتواكب ويتفهم لفكره انك تطلع وتحكي عن نجاحاتك وعن صعوباتك وعن المشاكل اللي مريت بيها وما عندكش خوف من شيء. لانه احسن الناس اللي ربنا بيكرمها هو من تعلم العلم وعلمه. ده كرم. وكمان اللي هم واما بنعمه ربك فحدث. فانت عليك تتكلم عن نعمة ربنا عليك، وتتكلم عن النجاحات اللي حققتها، وتتكلم عن اللي استفدته من دروس عشان تفيد غيرك، وتتكلم عن العلم اللي بتحققه. كل دي حاجات بتزود لك قيمة وبتعطي الناس قيمة، لأن الناس مش فاهمة أن القيمة في العطاء. يعني كل ما أصبحت إنسان قادر أكتر على أنك تعطي الناس مش بس فلوس ولكن علم، ده صدقة جارية، علم ينتفع بيه. تخيل أن حاجة بعد ما الإنسان يموت ممكن الحلقة دي تبقى سبب، يا رب الله يرزقنا تكون إن شاء الله. سبب في إنها تخلينا طول حياتنا تفضل تكتب لنا بيها حسنات وتكون شفيعة علينا. ليه؟ لأن هدفها هو ترك علم أو تجربة أو حديث أو لقاء يفضل ينتفع بيه من الناس إلى أبد الأبدين. فأنا مش بقول للناس أنت لازم تكون رائد أعمال، بس لازم تكون ناجح. انجح بغض النظر أنت في إيه، انجح بغض النظر بتمشي من أي توجه. المهم ان انت يبقى في حاجة بتعملها ليها جدوى. مهم ان انت يبقى عندك حلم تنام بتصحى بتفكر فيه. ما تبقاش شخص سلبي، ما تبقاش شخص ما عندكش اي طموحات واهداف وبتعيش اليوم بيومه. احنا مش حيوانات، احنا انسان. ربنا ميزنا بعقولنا وبأحلامنا وبرغباتنا ودعائنا. ده الدعاء جزء من ان انت تبقى بتدعي ربنا او بتدعو ربنا ان هو يحقق لك ما ترغب وتسعى في الطريق، فربنا هيفضل ماشي وراك. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فما فيش حد بيسعى غير لما بيلاقي مردود. استمرارية السعي مش معناها حتمية الوصول، ولكن معناها دايما وقوف ربنا جنبك لانه شايفك ما بتيأسش. هو ده اللي لازم يبقى جوه كل واحد، انه دايما يحس ان ربنا في ظهري، انا نيتي خير،